الاتحادان الإفريقي والأوروبي يدعمان ملف المغرب لتنظيم المونديال. قررت المملكة المغربية منذ فترة الانضمام للملف المشترك بينها وبين إسبانيا والبرتغال من أجل تنظيم كأس العالم التي ستقام في عام 2030، حيث تسعى الجامعة الملكية المغربية لتنظيم المسابقة الأولى في كرة القدم العالمية للمرة الثانية على أرض عربية، بعد النجاح الباهر الذي حققته دولة قطر في تنظيم النسخة الأخيرة من المونديال. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمناسبة الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء عبر المناظرة المرئية أن كل أعضاء الاتحاد يدعمون ترشيح المغرب باعتبارها دولة إفريقية لتنظيم مونديال 2030، وذلك كما ورد في رسالة الملك محمد السادس في حفل تتويجه بجائزة التميز التي منحت له من قبل كاف في العاصمة الرواندية كيغالي. كما أعلن ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي من جهته أيضا الأربعاء مباشرة بعد تجديد الثقة فيه لولاية جديدة على رأس الاتحاد أنه يدعم انضمام المغرب لملف إسبانيا والبرتغال، وبأنه سيدعم أيضا هذا الملف برمته من أجل تحقيق هدف في تنظيم البطولة العالمية. يذكر أن دولة أوكرانيا كانت كذلك مرشحة للانضمام إلى ملف إسبانيا والبرتغال التنظيمي، لكن يبدو أن المشاكل القضائية التي يعيشها رئيس الاتحاد الأوكراني المتهم بالرشوة قد جعلت بلاده بعيدة عن ملف التنظيم المشترك.